طبعا انا سعيد جدا بعوده عماد متعب النهارده. يمكن مفتقدينه في الملاعب، ويمكن الحمد لله يمكن ربنا بقى يعني يبارك له النهارده بهدف، الحمد لله هدف الفوز، وان شاء الله المباريات الجايه يحرز اهداف اكتر واكتر ان شاء الله. شريف، هتقول ايه للمتعب للمؤلم عماد متعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقول له عماد عوده حميده عوده حميده يا عمده، وان شاء الله تفرح جمهورك دايما زي ما انت معودهم. شايف ان انتوا النهارده ما طلعتوش من ال 18 وكان في تعليمات دفاعيه شديده قوي ليكم، تعليمات من مصر دايما بالنسبه لي انا بيبقى ليا تعليمات ان انا دايما ابقى ثابت ورا يعني، فالحمد لله اهم حاجه ان احنا حصلنا على 3 بونت وان شاء الله بتوفيق. نجم الفريق، نجم مصر عماد متعب، انت مكشر ليه؟ ده انت كل يعني عايز اقول لك ان انت بعد كل مشكله عماد متعب يتالق. الناس بتقول لنا يا ريت عماد مش يعني متعب يبقى على طول في مشاكل. لا الحمد لله، الحمد لله على المكسب، الحمد لله على 3 نقط، والحمد لله على الهدف. والمباراه كانت مهمه بالنسبه لنا، والمكسب كان مهم، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. عايز اقول لك ان طبعا كل الناس عارفه العلاقه الحميميه بينك وبين جوزيه، لكن اكيد بتبقى الناس عايزه تعرف ما وراء الكواليس ايه اللي قالوه لك قبل اللقاء. وبصراحه انت عارف كله كان متوقع ان عماد ممكن يشارك في اخر ربع ساعه نص ساعه. مش حاجه خالص، الراجل الحمد لله دي ثقه متبادله، والحمد لله انا يعني احنا يعني انا بقى لي سنين مع مستر مانويل، والراجل بيثق في امكانياتي، وهو مدرب محترم، مدرب فاهم هو بيعمل ايه وعارف هو بيعمل ايه، وعارف امتى عماد يكون موجود وامتى ما يكونش موجود. فانا بشكره على الثقه دي، واتمنى ان شاء الله نكون على حسن ظن على طول ان شاء الله. كنت الاول بكلمك واسالك على المنافسه وانت بعيد عن الفرقه، تكلمني عن المنافسه واحنا متصدرين يعني النهارده بفرق 2 بونت، تقول ايه؟ اقول ان احنا عندنا ماتشات جايه، والماتشات اللي جايه كلها مهمه، احنا طول الوقت بنبص لنفسنا، ما نبصش للفرق اللي تحتنا مع احترامنا الكامل ليها، لكن طول ما احنا بنكسب الدوري هيكون معانا ان شاء الله. بصراحه كده كان عينيك وانت نازل او مستر جوزيه والناس بتتكلم ان ده من النهارده بنجهز لماتش الزمالك وماتش القمه، ولا ده ما كانش في حساباتك وبناخد ماتش بماتش؟ لا ماتش بماتش طبعا، مفيش حاجه اسمها بنجهز يعني. لو لا قدر الله كنا خسرنا النهارده وكسبنا الزمالك، ما هي كل ماتش ب3 نقط. احنا بنفكر النهارده، والماتش اللي جاي عندنا الاسماعيلي نفكر في الاسماعيلي، وبعد كده لما يجي الزمالك يبقى نفكر في الزمالك. اخيرا اللي يقولوا عماد متعب لكل جمهور النادي الاهلي اللي يمكن استنى بعد اللقاء عشان تحيه خاصه لعماد متعب، تقول له ايه؟ اقول لهم الف مبروك، وانا بشكركم على وقوفكم جنبنا طول 90 دقيقه، وبشكركم على وقوفكم جنبنا واحنا خسرانين قبل ما نتعادل ونحقق المكسب. فده روح النادي الاهلي، وده جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم على طول ان شاء الله. Play your ball, play free, do when you want. I do when I want, I score. Thank you sir. يعني بكلمك بساله طبعا على ان هو غير مجرى اللقاء خاصه في الشوط الثاني، تعليقه ايه على اداؤه؟ قال ان انا يعني اديت كل حاجه عندي، كل اللي بعمله علشان خاطر النادي الاهلي وعلشان خاطر جمهور النادي الاهلي، بيوعد باكتر من كده في الماتشات اللي جايه. قلت له ايه اللي قاله لك مستر جوزيه قبل ما تنزل ارض الملعب؟ قال ان انا يعني قال لي العب كورتك، لو لعبت كورتك ان شاء الله هتسجل وهيبقى في شكل كويس. معانا حسين السيد، واحد من الناشئين واللي ادوا بثقه النهارده. حسين قول لي تعليمات مستر جوزيه ليك ايه؟ والله ادانا الثقه، قال لي ما تخافش، والحمد لله نزلت كنت قد المسؤوليه، الحمد لله كسبنا، اهم حاجه نكسب. شايف ان يعني وجودك مع منتخب الشباب ولعبك بصفه اساسيه فادك النهارده، وده اللي خلى مستر جوزيه يديلك وما كانش قلقان؟ اكيد والله، مشاركه كتير بتدي ثقه لواحد في الماتشات، وبقول الحمد لله وبحمد ربنا على الثقه اللي خدتها دي من مستر مانويل، وان شاء الله جاي احسن ان شاء الله. اتوقع انك تظهر في الماتشات اللي جايه وممكن نشوفك بصفه اساسيه ان شاء الله باذن الله.